اللهم إني وكلتك أمري فأنت خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير، واختر لي ما هو خير لي يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن صحة واحسن حال وراحة بال من رب العالمين. فيديو النهاردة بإذن الله هيكون روتين. بصوا بقى، انا بقالي فترة كده، بقالي كذا يوم تعبانة. كان ابني الصغير وبنتي تعبوا. فانتوا عارفين بقى لما حد بيتعب في البيت الكل كده بيتعب، يعني لو حد بس كده من الأسرة كده بيتعب الكل كده بيتعب. بيشم البرد، لو شوية برد بيشم البرد كده والكل بيتعب. تمام. فبقى لي كام يوم تعبانه، فتحسي كده ان الدنيا كلها كركبت يعني فوق راسي مره واحده، والمطبخ اتكركب، ترابيزه، بوتاجاز، زي ما انتم شفتوا كده. بدأت كده ان انا اشيل كل حاجة في مكانها. حتى الخلاط، الازايز، كل حاجة كده مش في مكانها. تحس ان المطبخ كده يعني مقلوبا كده راسا على عقب. كل حاجة كده مش متظبطة. طبعا لما بيكون المطبخ مش متظبط بحس ان أنا نفسيتي بصراحه تعبانه جدا. اكتر حاجه بحبها تكون نضيفه في الشقه عندي. طبعا هي النظافه مطلوبه للمكان كله وللشقه كلها طبعا، بس اكتر مكان بحبه يكون نضيف وبحس براحه نفسيه اكتر لما بيكون نضيف هو المطبخ. فبحب طبعا مطبخي يكون نضيف جدا ما فيهوش اي حاجه. طبعا غصب عني والله كنت تعبانه جدا وما كنتش حتى قادره اقوم من على السرير. آم، فانتم عارفين طبعا ان محدش طبعا بيخدم حد ولا حد بيعمل حاجة لحد. يعني الحمد لله رب العالمين على نعمة الصحة. كل واحد بيعمل حاجته كده بنفسه. تمام. او زي ما تقولوا كده كل واحد يعني يا دوبك شقته وبيته وحياته يا دوبك كده خلاص. اليوم بيبقى خلص. تمام. فالحمد لله طبعا على نعمة الصحة قبل اي شيء. الحمد لله رب العالمين. بصوا بقى، أنا شلت كل حاجة في مكانها زي ما انتم شايفين. مش بشيل بقى وارمي ورايا او اشيل واركن في حتة مش في مكانها. لاني لو انا شلت في مكان مش هو الحاجة بتاعتها في مكانها، فاصبح برضو ان انا بشيل من هنا احط هنا، انا كده بكركب الدنيا ومش بروق. تمام. فاحسن حاجه لما تيجوا تروقوا المكان نفسه اللي انت بتروقيه، ان انت تشيلي كل حاجه في مكانها. طبعا انا كده استعنت بالله وقمت كده وسميت الله كده وقعدت اذكر يعني ربنا كتير واسبح كتير واستغفر كتير. طول ما انا شغاله، عشان لو في كسل، في همدان، في تعب، ربنا بيزيل تعبك وهمك وبيشيل كل حاجه من عليكي وبيقويكي طبعا. فانا شلت الترابيزه زي ما انتم شلت الحاجه اللي كانت على الترابيزه كلها زي ما انتم شايفين. وبدات كمان ان انا اجيب الليفه بتاعتي والصابون وصبنتها زي ما انتم شايفين كده، وبقيت تمام زي ما انتم ايه قدامكم كده. وجبت طبعا حته كده قديمه كانت عندي، وبدات المع بيها الترابيزه. تمام. زي ما انتم شايفين بقى بواقي اكل على البوتاجاز كمان والدنيا مكركبه خالص. هبدأ برضو ان انا اشيل كل دوت والحاجات طبعا اللي انا مش محتاجاها طبعا، او اعزكم الله يعني الزبالة وكده، احطها في الكيسة اللي انتم شايفينها ديت. تمام. طبعا دي صينيه بطاطس كانت خلصانه ما فيهاش غير قطعه واحده واتهرت كده، بصوا زي ما انتم شايفين. هبدا خلاص بقى كده ان انا ارميها، محدش يعني هياكلها عندي تاني. واشيل كل حاجه في مكانها زي ما قلت لكم. طبعا البوتاجاز انا كنت عايزه اعمله كمان معاكم، بس البوتاجاز زي ما انتم شايفين العين بتاعته عامله خالص. عايزه بقى يعني ايه عشان اعمله هياخد وقت جامد قوي وتعب. فطبعا قلت بدل ما يعني اتعب في البوتاجاز واحط وقت طويل جدا في البوتاجاز، افنش المطبخ الاول من مواعين، من كركبه، من مسح ارضيه، من الحاجات دي كلها. وطبعا البوتاجاز كنت لمعته طبعا وخليته زي الفل طبعا في الاخر برضو. بس طبعا ما جبتش معاكم تصبين البوتاجاز لان هو بصراحه بياخد وقت جامد جدا. انا مجرد بس ان انا صبنته كده تصبينه كده على الماشي، اللي هو التصبين يعني اليومي اللي بحب اصبنه كل شويه. انما اللي هو العيون، نقي العيون وتنظيف العيون والحاجات دي والبوتاجاز كله والكلام ده كله، لا بصراحه ده بياخد مني وقت جامد قوي، بياخد يعني مثلا يوم بحاله عشان انضف فيه. آم، فانا قلت بقى ايه، لا يعني انا اخلص النوعين اللي ورايا واخلص حاجتي واخلص كل حاجه وبعد كده ايه اشوف البوتاجاز. تمام. فانا ايه كان عندي المواعين بقى طبعا كلها
جبتها كده في قلب الحوض زي ما انتم شايفين، وبدأت كده ان انا اشطفها كده الاول كده بمية كده من غير صابون ومن غير اي حاجة. هشطف كل المواعين وبحطها على الرخامة، وهبدأ بعد كده بالصابون. بالصابون كده وحبة، انا كل ده بنات ومشغله المية السخنة. تمام. المية السخنة طبعا بتكون حلوة جدا في تنظيف المواعين، ده غير ما هي كمان بتطهرلك المواعين. آم، فانا عملت زي ما انتم شايفين كده، انا نضفت كل المواعين بالمية السخنة، وهشطف كمان الحوض زي ما انتم شايفين. بصوا، بصوا الحركة دي. حتى لو الحوض مليان مية، لو مليان مية تمام، بتعملي الحركة دي الحوض في ثانية واحدة. المية بتكون مشيت معاكي من الحوض، والحوض مبقاش فيه مية، ان انت تعمليها بايدك زي ما انا عملت كده. حتى لو الحوض والله مليان مية، هيتعمل معاكي في ثانية بالحركة اللي انا وريتها لك، اللي هو بايدك كده وتلفي كده المية كده بايديكي كده سريع سريع، هتلاقي في ثانية واحدة المية كلها اتعملت. دايما لما الحوض بيعمل معايا كده، بعمل الحركة ديت على طول، الحوض المية بتمشي منه. تمام. بصوا بقى، ما تبصوش بقى على الجلبيه اللي اتبهدلت ميه واتبهدلت. دايما انا بغسل المواعين بحس ان انا بتبهدل من الحوض بسبب الميه. والجلابيه دي كمان بالذات اصلا بتتبهدل معايا جدا، لان كمها واسع. ودي بصراحه كانت يعني اكتر حاجه ضايقتني في الروتين دوت. الجلابيه ديت اتبلت ميه وتعبتني جامد. تمام. انا غسلت اول حاجه الكوبايات. بغسل اول حاجه الكوبايات طبعا عشان ما تتكسرش او اي حاجه ازاز، وشلتها في المطبخيه. وهنا بقى كنت بقى الحلل، غسلت كمان الحلل والمواعين اهو زي ما انتم شايفين. انا طبعا دعكت كل المواعين، وبدات ان انا اشطفها بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. عايزه اقولك بقى، لو مكسله او اي حاجه وراك اي حاجه، قومي اعمليها كده وتشجعي بجد ان محدش بيعمل حاجه لحد، وكل دوت هيبقى عليكي انت. يعني اي حاجه موجوده في شقتك، مركونه، مواعين، غسيل، تطبيق غسيل، اي حاجه، كله بيبقى من اللي عليكي انت. محدش بيعمل حاجه لحد، ومحدش بيبص على حد انت عامل ايه ولا اخبارك ايه، ولا حد بيعمل اي حاجه. طبعا غير الاخوات والام وكده، ربنا يديهم الصحه يا رب ويخليهم لي. هم يا رب يديموا نعمه كده في حياتي يا رب. بس طبعا كل واحد يعني فاهمني. ماما ما كانتش تعرف ان احنا تعبانين، ولا ولادي تعبانين، ولا انا تعبانه، ولا اي حاجه. ربنا يديها الصحه يا رب. اول لما بتعرف بصراحه بتجري عليا على طول. ربنا يخليها لي يا رب ويطول لي في عمرها، هي وبابا يا رب واخواتي. واخواتي طبعا بقى، اختي عندها حالة وفاة، واختي التانية شغالة، ربنا يعينها يا رب. بصوا، بعد ما خلصت بقى المواعين، كان عندي بطاطا كنت جايباها قبل ما اتعب على طول، وانا قعدت طبعا راقدة حوالي يومين او ثلاثة. فالبطاطا زي ما تشوفوا كده، بصوا هتلاقوا فيها كمان اللي يطري معايا. فعايزة اجيب كده السكينة. جبت طبق كده عشان كل بطاطاية اغسلها احطها في الطبق. طبعا احسن حاجة لغسيل البطاطا ان انتي لما تجيبيها تنقعيها شوية كده في المية، عشان لو فيها اي حاجة تتشال ومتتهكش في الغسيل. اذا كان البطاطا ديت او البطاطا الحمراء التانية. تمام. فالبطاطا دي انا كنت نقعيها قبل ما اغسلها. فطبعا هي بصراحه برضو ما فيهاش طينه ولا فيها اي حاجه، هي نظيفه، مجرد بس انت تدعكيها كده بايدك عشان لو فيها اي حاجه يعني بسيطه بتطلعيها. آه طبعا بصوا بقى، هنا وانا بغسلها هلاقي بطاطا مني باظت، بسبب ان هي طبعا كانت في الكيسه، وانا زي ما قلت لكم كنت تعبانه جدا وطبعا سبتها. بصوا، في حاجات كده عادي بتشيلها كده بالسكينه. البطاطا دي بقى بتبقى مسكره جدا وجميله قوي. انا كان نفسي بصراحه اعملها في صينيه وكده، بس ما قدرتش بصراحه، واستسهلت ان انا اغسلها وارميها في الفرن كده على الشبكه، واشويها وخلاص. ما كنتش قادره بقى اسلق واطلعها هرسها والكلام ده كله. تمام. البطاطايه طبعا دي كانت كبيره، والبطاطا التانية زي ما انتم شايفين، لان طبعا الراجل ده بيدور في الشارع الكيلو ب5 جنيه، دول كانوا 2 كيلو ب10 جنيه.
فطبعا هو بينقيلك بقى على مزاجه، ان هو اللي بيعبيها مش انت اللي بتنقيها. فطبعا انا لو بنقيها فنقيها كلها بالحجم اللي زي اللي في ايدي ديت، ولا كبيره ولا صغيره، وسط كده، وبجيبها كلها زي بعضها عشان كلها تستوى سوا، يعني ايه واحد، وتخرج مع بعضها. تمام. فطبعا انا عملت البطاطايه الكبيره اللي انتوا شفتوها كانت في ايدي ديت، عملتها بالسكينه كده، شققتها بالسكينه عشان تستوي معايا بسرعه. فانت لو عندك برضو الموضوع دوت، يعني لو جبتي يعني البطاطا ويجي معاكي بطاطا كبيره في وسط البطاطا اللي انت منقياها، فعادي مش مشكله، شقيها كده شقتين تلاتة كده بالسكينه، وعادي تمام، هتستوي معاكي وتبقى زي الفل، مش تاخد وقت معاكي في الفرن خالص. والله انا طلعتها من الفرن زيها زي زيها زي البطاطا الرفيعه اللي كانت بتتشوي تمام. هنا بقى كمان كان معايا بانيه، هنعمل الغدا بتاعنا. هعمل بانيه ومكرونه. تمام. تعالي بقى اقول لكم انا بنضف البانيه ازاي. انا بجيب ميه زي ما انتم شايفين كده، بفضل ايه اغسله كذا مره، يعني مش مره واحده، ده كده اول لما ايه بنزله من الكيسه بتاعته. ده نص كيلو بانيه. البانيه عندنا كان ب195 جنيه في اليوم دوت. جبت نص كيلو، بس بصراحه ده ازيد من نص كيلو، قطع بالظبط 100 جنيه يعني تمام. يعني قلت له حط لي بال100 جنيه بانيه. انا بغسله كده كذا مره تحت الميه كده الجاريه كده، وبشطفه كذا مره، ولو في اي حاجه كده زي ما انتم شايفين كده بشيلها. تمام. بنضفه كده من اي حاجه فيه، لو في حته عضميه كده دخلت بالغلط كده بشيلها. لو في اي حاجه كده اعزكم الله كده، يعني اللي هو الحاجات كده اللي بتبقى في البانيه كده بتبقى جايه كده في حتت كده زي الدهن كده او مش عارفه ايه كده، بشيلها برضو. كده بقى هبدأ بقى ان انا اعمل له ايه محلول نقي معاكم. حطيت معلقه كده او معلقتين من الدقيق. وده بقى بصوا يعني بجد حاجه كده وهم كده ما بيخليكش زفاره خالص خالص نهائي في البانيه بتاعك، هو رشه الجنزبيل ديت. بحط حوالي كده زي ما شفتي كده على الحرف كده جنزبيل كده بودر، بيخلي البانيه كده تحفه، ومفيش ريحه زفاره ولا في ريحه اي حاجه خالص. تمام. وليمون، وبحط ليمون كمان، وحطيت كمان الليمونه. وهرمي كمان قشر الليمون زي ما انتم شايفين كده في محلول النقع ده. انا عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا. طيور، ولو سمك كمان. يعني لو سمك عايزه تنقعيه في المحلول ده يبقى حلو قوي. فراخ. آم، البانيه، اي حاجه يا بنات، اي حاجه. المحلول ده جميل جدا. انا هسيبه كده حوالي نص ساعه او بصوا ربع ساعه، مش اكتر من كده كمان، عشان البانيه يعني ما يتهريش معانا ويبقى عامل كده خالص في الميه. فانا مش هحطه اكتر من ربع ساعه. طبعا بقى في الايه، انا بعد ما اخلص خالص انا همسك بقى الحوض ده، همسكه كده بالسلكه ويعطيه تصبينه تمام تمام. كان عندي كمان بقى هنا الكولمن. كانت الميه خلصت من التلاجة كل شويه، يعني الكولمن كان خلص، ورميت كده الميه اللي فيه، وطلعت الازايز كده كمان مليتها وحطيتها في الفريزر تاني. عايزه اقول لكم بصراحه بيرحم لي التلاجة بطريقه فظيعه. لو مش الكولمان موجود، التلاجة كل شويه تتفتح وتتقفل كانها باب شقه. كل 5 دقايق، ما فيش كمان 5 دقايق، وما شاء الله بقى لما يكون في يعني اطفال، مش طفل ولا اتنين. فطبعا كل شويه فتح وقفل التلاجة دوت صعب جدا. خايفه طبعا على التلاجة تبوظ، انها باظت قبل كده وضلعتني يعني في مبلغ محترم. تمام. فقلت لا، املاه تاني واحطه واملاه واحط التلج، اعبيه تلج تاني وميه تمام، يرحم التلاجة شويه من الفتح والقفل. بصراحه بيبقى احسن كتير. هنا بقى البانيه بتاعي انا حطيت 6 حتت على عددنا، واتبقى حوالي كده يعني ايه، قطعه ونص كده او قطعتين. حطيتهم في العلبه ديت. هقفلها واحطها على الفريزر، تنفعني لاي اكل تاني. يعني بصراحة هو حتة حلوة قوي لكل واحد، ان الحتة ونص الباقيين مش هياكلوا حد، مش هينفع اديهم لحد وحد لا. تمام. تعالوا بقى نشوف البانيه بتاعنا بنتبله ازاي. انا بصوا بقى، لو عندي توم بودرة وبصل بودرة بستغنى عن البصلايه اللي انا ايه حطيتها. طالما مش عندي توم بودرة وبصل بودرة، قطعت بصلايه كده، وبصراحة بتخلي البانيه طعمه تحفة. بحط بقى ايه، فلفل اسود. بحط
مرقه فوريه. بحط كركم، بحط كاري، بحط عصره ليمونه، بحط بهارات فراخ، بحط السبع بهارات. كل دوت وبقلبه كويس جدا، والبانيه بيبقى طعمه تحفه. يعني بحط كركم وكاري بهارات فراخ. لو مش موجوده بهارات فراخ، السبع بهارات بحطها عادي، بتديني نفس النتيجه برضو، بتبقى حلوه. يعني حاجه من الاتنين، لو حاجه موجوده وحاجه لا، الاتنين موجودين تمام بحطهم. وبحط ايه المكعب المرقه الفوريه او المرقه الفوريه، تمام. وهنا بقى الاخر بقى كنا وصلت لاخر الفيديو معاكم، وهنا بقى كنت شويت البطاطا، وطبعا كنت مسحت المطبخ وعملت وصبنت البوتاجاز وكده. طبعا ما صورتوش معاكم لان اليوم ده كان متعب جدا، وانا برضو كنت لسه خارجه من العيا وكنت تعبانه. شويت البطاطا، وزي ما بوريكم اخر واحده اللي هي الكبيره زي